هو ما غير أدنى شك الهلال البطولة اللي تمنعت عليه شكلت في تاريخ الهلال في السنوات الأخيرة نوع من العقدة اللي هي بالبطولة الآسيوية. الفريق السنة واضح أنه استفاد من تجاربه السابقة، سواء تجارب فشل فيها الهلال كرويا او تحكيميا، لانه ظلم الهلال في نهائي 2014 مثلا ضد ميلبورن فيكتوري، يعني سرقوا الحكم الياباني نيشيمورا عيني عينك في الفاينل. فريق استفاد، فريق عنده 7-8 اسماء دوليه، عنده 7-8 اسماء اجانب من على الاعتراض، جوفينكو، كاريو، جوميز معناها لاعب مميز جدا، كارلوس ادواردو اللي كان من ابرز النجوم اللي دخلت المنطقه، سميته جوفينكو، كارلوس ادواردو اللي كان من احسن اللاعبين اللي دخلوا في المنطقه الخليجيه صار في البنك ما عادش اساسي. معناها باش تشوف الهلال اللاعبين اللي عنده، لكن كأي فريق معناها اعتقد انه الهلال يمتلك نقاط قوه خاصه هجوميا. وسط الميدان تصور في مباراة الترجي بالذات ممكن باش يعاني شوية، خاطر وسط ميداننا قوي برشا نتصور، خاصة إذا يكون في يومه. ثم دفاعيا الفريقين الاثنين يتشابهوا، حتى الهلال عنده شويه اشكاليه في الدفاع، هو فريق هجومي صحيح اكثر منه دفاعي، والدرس اللي اعطاه في اليابان انه مشى للاتاك من اول لحظه، حب يحسمها بالهجوم ليس بالاهداف. لذلك انا نتصور حتى في كاس العالم هذا الفكر الهجومي من المدرب الروماني او من الترجي غير متناسبه مع بطوله كاس العالم للانديه، خاصه بانه من الممكن لا كاس العالم يلزمها واحد يدرس الخصم مليح من غير استعجال، خاطر مباراة واحدة ما فيهاش تعويض. أنا نتصور الترجي والهلال مثلا اللي باش يسبق بهدف تقريب حتى على المستوى المعنوي يكسب المعركة تكتيكيا، باش يولي يندفع الهجوم، باش يخلي مساحات كونتراتاك الاثنين يجيدوهم بشكل جيد. دونك المباراة خاصة هذه العربية باش تلعب على جزئيات بسيطة، ديربي نتصور أنه الفريقين الاثنين قادروا يعملوا ماتش كبير.